يا رب لتعطينا راحة يا رب في شخصك، وتعطينا نعمة يا رب من لدنك نحيا يا رب بيها ونتقوى بها ونفرح بها ونتبعك يا رب كل أيام حياتنا. لك كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. شفنا روشتة علاج للألم من خلال رسالة معلمنا بطرس الأولى. الله بيدينا فيها طريق للإنسان إنه يقدر يواجه الألم ويحتمله، وبدل ما الألم بيكسره الألم يقويه ويديه منفعة. وشفنا إن في رسالة بطرس الأولى في 3 كلمات بيتكرروا كتير. الكلمة الأولانية كلمة الآلام، والكلمة الثانية النعمة، والكلمة الثالثة الأمجاد. وقلنا إن كاس من الألم عليه نقطة من النعمة يتحول إلى مجد. 16 مرة يتكلم عن الآلام، 10 مرات يتكلم عن النعمة، و17 مرة يتكلم عن الأمجاد. وكلمة تانية بتتكرر في رسالة بطرس الرجاء، إن احنا الرجاء ده هو اللي بيخلينا نقدر نحتمل الألم، لأن شايفين من الألم ده في منفعة تنتهي إليه. وكلمة أخرى كلمة الطاعة. وشفنا أول علاج للألم هو الإنسان بيتألم لأنه بيبقى مركز على اللي اتحرم منه. يعني أنا عندي مرض جسدي بتوجع، فببقى مركز على أن صحتي ضعفت، أنا اتحرمت من الصحة، أو أنا اتحرمت من علاقة مع إنسان كنت بحبه وكنت عايزه، فلما ينفصل عني بيسبب لي ألم، أو لما يهني يسبب لي ألم. فشيء أساسي في الألم إن الإنسان بيبقى مركز على اللي اتحرم منه. لكن تعالوا نشوف، بدل ما نركز على اللي اتحرمنا منه، تعالوا نركز على اللي احنا خدناه، اللي لينا، اللي معانا. وشفنا 3 أمور معانا يقدروا يخففوا أي ألم في حياة الإنسان. الأمر الأولاني الولادة التانية اللي خدناها، والولادة التانية دي ادتني غفران الخطية، وادتني طبيعة جديدة، وادتني التبني، ان انا اقدر اقول لابويا السماوي ده يا ابويا. ودي عطية عظيمة جدا خدناها. فعشان كده لما بيحصل اي حاجة في حياتي ببقى عارف انها بسماح من الله، والله ده ابويا اللي بيحبني، والله ده القادر انه يتصرف في الألم اللي موجود في حياتي. نفس الطبيعة الجديدة اللي أنا خدتها بتديني استقبال وتفهم للمواقف اللي بتحصل في حياتي، غير لما كنت بطبيعتي القديمة. تاني حاجة خدناها، أنتم محروسون بقوة الله، إن الله حارسنا وهو اللي بيحافظ علينا، وهو مش بقوتنا احنا بنمشي صح، لكن هو اللي بقوته بيساعدنا. فعندنا ميراث محفوظ لينا، واحنا كمان محفوظين ليه. 3 حاجة اتكلمنا عنها اللي لينا، اللي هي الخلاص. وقلنا ان الخلاص ده أثمن عطية ينالها الإنسان. وناخد بالنا ان احنا زي ما بيقول بولس الرسول، كيف ننجو ان اهملنا خلاص هذا مقداره. ما قالش كيف ننجو ان رفضنا. المشكلة ان احنا ما بنرفضش، لكن المشكلة ان احنا بنهمل. طب نعمل ايه علشان ال3 حاجات دول يغلبوا لنا الألم اللي موجود في حياتنا؟ في 3 كلمات
نائلين. نائلين يعني أخدين غاية إيمانكم خلاص النفوس. تاني حاجة ممنطقين أحقاء ذهنكم. ما تسيبش ذهنك يشرد ويتشتت ويروح يمين وشمال ويشك، لكن حزموا الذهن بتاعك. ركز، ممنطقين أحقاء ذهنكم. وتالت كلمة القوا رجاءكم بالكلية على النعمة التي يؤتى بها. القوا رجاءكم يعني ارمي الهلب بتاعك اللي يمسك السفينة بتاعتك ويخليها ترسي والموج ما يشطهاش يمين وشمال. ارمي ده على نعمة ربنا، ونعمة ربنا اللي بتكمل كل ضعف فيا. نعمة ربنا اللي بتمنع عني اللي أنا أستحقه، ونعمة ربنا اللي بتديني اللي أنا مستحقهوش. أنا استحق الدينونة والعقاب، لكن نعمة ربنا بتشيل ده عني. وأنا ما استحقش الحياة الأبدية ولا ملكوت الله، لكن نعمة ربنا بتديني اللي أنا ما استحقهوش. نبتدي نكمل في الإصحاح الأولاني من عدد 14. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعونني أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فحبوا بعضكم بعضا من قبل بطاهر بشدة، مولودين ثانية لا من ذرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كظهر عشب. العشب يبس وظهره سقط، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه الكلمة التي بشرتم بها. علاج للألم في كلمة واحدة اتكررت في الإصحاح الأولاني لحد دلوقتي 3 مرات. كلمة الطاعة. مين يطلع لي كلمة الطاعة من الإصحاح الأولاني؟ جت كم مرة وفي أنهي آيات؟ ها كويس. بص كده الإصحاح الأولاني، خدوا دقيقة شوفوا عدد 2 وعدد 14 وعدد 18. 3 مرات يتكلم عن الطاعة كأبناء الطاعة، ويقول بردك كأولاد للطاعة، ولا تشاكلوا شهواتكم السابقة في الطاعة. ليه بيصر على موضوع الطاعة؟ وهل الطاعة مهمة
لمعالجة الألم في حياة الإنسان؟ الطاعة والخضوع مهمين جدا، والإنسان اللي في حياته ألم وعايز الألم ده يخف أو ينتهي لازم يتعلم الطاعة. طاعة لمين؟ لربنا. لأن زي ما اتفقنا الله لما بيرسل الألم ده لهدف معين، إما تنقيتي وإما تشكيلي وإما حفظي من الشر، ولإما إنه يغلي القيمة بتاعتي فيزكيني. طب إيه فايدة الطاعة هنا؟ أول حاجة، الطاعة دي تحمينا من آلام كتيرة. لا يعني لو في حياتي طاعة هتجنب آلام كتيرة. بنسمي الطاعة دي فاكسين. عارفين الواحد علشان يحمي نفسه من المرض بيعمل ايه؟ بيروح ياخد تطعيم، فاكسين. وربنا في سفر أشعياء اصحاح 48 كده يعاتب الإنسان ويقول له: ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. ويقول: لا سلام قال إلهي. إنسان كده يا ريتك سمعت كلامي، يا ريتك طوعتني، ما كانش حصلت لك كل الآلام والضيقات والمصايب اللي انت فيها. لأن الألم نتيجة حتمية لكسر وصايا الله. الابن الضال ده اتبهدل مش عقاب من أبوه، لكن الابن الضال ده اتبهدل نتيجة لإيه؟ لعدم طاعته لأبوه. يعني مش أبوه عاقبه إنه ما بيطوعوش فراح مبهدله، لا، الابن الضال ده اتبهدل لما ساب بيت أبوه وساب وصية أبوه. كانت نتيجة طبيعية، مش أبوه اللي تعبه، مش أبوه اللي عاقبه، لكن هو لقى الألم ده نتيجة عدم طاعته. مش عايز أعيش في البيت، مش عايزك تقول لي اعمل وما تعملش. عشان كده اللي اتعلم الطاعة يحمي نفسه من آلام كتيرة، لأن الألم دي ليه فايدة، إنه ينبه الإنسان وينقي الإنسان: أنت ماشي غلط، أنت بتضر نفسك. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. الطاعة مش بس تحمينا من الآلام، لكن كمان لو أنا ما كنتش مطاوع وجات لي الآلام وابتديت أطاوع ربنا، فالطاعة تخفف عني الألم. يعني لو استوعبت الدرس بسرعة وابتديت أصحى لنفسي، فترة التأديب مش هتطول، الألم هيروح بإيه؟ بسرعة. لأن ربنا مش غاوي يبهدل فينا، ربنا مش غاوي يتعبنا. أول ما الإنسان يستوعب الدرس ويفوق يروح ربنا شايل الألم. فالطاعة مش بس تحمينا من الألم، لكن كمان الطاعة تخفف عني الألم لما يحصل في حياتي. ربنا مسك بولس كده لما كان شاول وكان راكب على الحصان، قال له عبارة صغيرة: صعب عليك أن ترفس مناخس. يعني خد بالك يا بولس، لو استمريت في عنادك وتعمل اللي انت بتعمله ده، الضربات عليك ايه؟ هتزيد، تأديبك هيزيد،
زي الحيوان اللي بيعاند مع الراعي او الفلاح بتاعه. الفلاح عايز يمشيه اتجاه شمال وهو مصر انه يمشي اتجاه يمين، يروح عامل ايه بقى الراعي او الفلاح؟ حاطط له منخاس حته حديده كده ينخصوا بيها من ناحيه اليمين، فكل ما يجي يحود ناحيه اليمين يروح عامل ايه؟ يتوجع. لو عاند الحيوان، كل ما يعاند كل ما هيتوجع اكتر. يعني كل ما بتذمر في الألم بتاعي واقول لربنا انت بتعمل فيا كده ليه، كل ما انا هتوجع اكتر. لكن لو قلت له يا رب انت عايز تعلمني ايه اللي انا ما عملتهوش، ايه اللي انا مش اخد بالي منه، وابتديت اطاوع، الآلام دي تخف. فالطاعة تحميني من الألم، والطاعة كمان تخفف عني الألم. لكن لو رفضت التأديب، كل ما العقاب وكل ما الألم يزيد. عشان كده هيجي بعد شوية يقول لنا عن الطاعة دي إنها تحتاج أن تتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمن الافتقاد. مش كده في فرق بين واحد تحصل في حياته تجربة يقول لربنا انت بتعمل كده ليه وانت مش عادل وازاي تسمح بكده، ويعني ما فيش غيري، ما كل الناس بتعمل اللي انا عملته، وياخد موقف عدائي من الله. الانسان ده هيتألم اكتر واكتر. لكن لو الانسان ده تواضع وتذلل امام الله وقال له اخطيت سامحني وعلمني طريقك، الانسان ده استوعب الدرس بسرعه فآلامه تخف بسرعه. عشان كده يقول فارفعكم في زمان الافتقاد. فالحق وتعلم بسرعه وخد الطاعه دهيت. لان مش بس المسيح كان مثال للطاعه، يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. مسيح نفسه كان مطيع. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ يقول وإذ كان في صورة الله أخلى ذاته آخذا شكل عبد صائرا في الهيئة كإنسان، وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله. لما المسيح تواضع ارتفع فوق كل اسم وكل معرفة. الطاعة مش بس تحمينا من الألم وتخفف الألم، لكن كمان الطاعة تنهي آلام كتيرة في حياة الإنسان. لما الإنسان يسلم ويتضع بين يدي الله تنتهي آلامه. مش بس تنتهي آلامه، لكن كمان يرد له كرامة أضعاف مضاعفة. الابن الضال بهدل نفسه لما ما طوعش، وفضل يحاول انه يعني يحل مشكلته وبهدلته دي بانه يروح يشتغل في يرعى الخنازير فاتبهدل اكتر. طب ما كنت اول ما فلوسك خلصت رجعت لابوك، قال لا مش هرجع له، انا هشتغل واجيب فلوس واعيش. فحاول يدور على شغل، ما لقاش غير شغل راعي خنازير، لانه مش عايز يرجع البيت، مش عايز يطاوع. فكانت النتيجة انه اشتهى ان ياكل الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، واشتهى وما لقاش، ما حدش اداله. لكن لما اتضع وسلم ورجع، ابوه ردله كل اللي كان ليه، حطوا خاتم في ايديه وحذاء في رجليه وذبحوا له العجل المسن. فمش بس الطاعة تنهي الآلام،
لكن تعوض لنا عن السنين التي أكلها الجراد. هنشوف في رسالة بطرس 5 أنواع من الطاعة الإنسان محتاج إنه يعملها. في طاعة وخضوع للآب المحب، ده أول نوع، وده اللي بيتكلم عنه الإصحاح الأولاني. في الإصحاح الثاني هنشوف طاعة وخضوع للترتيب البشري. هيقول لهم كده: اخضعوا لكل ترتيب بشري، يعني ما تصروش على الأنظمة، كل نظام بشري اخضعوا له، الملك اخضعوا له حتى لو كان ظالم. في طاعة في الشغل بتاعي، لما يتكلم للخدام اللي عندهم سادة ظلمة ومفتريين، يقول لهم برضك طيعوا سادتكم. وبعدين في إصحاح 3 يتكلم عن الطاعة والخضوع في البيت العائلي، ازاي المرأة تخضع للرجل والرجل يخضع للمرأة. بعدين في الإصحاح الأخير الخامس يتكلم عن الطاعة والخضوع في الكنيسة اللي هي بيت الله. ففي 5 أنواع من الطاعة، والطاعة تحمي، تخفف، تنهي الآلام. في آية في سفر أشعياء بردك إصحاح 48، آية تمثل كل واحد فينا. ربنا بيكلم الإنسان كده يقول له: من البطن سميت عاصيا. يعني الإنسان من بطن أمه وتسمى عاصي. عاصي يعني إيه؟ ما بيطيعش. قال له: رقبتك حديد وجبهتك نحاس. رقبته حديد يعني ما بتنزلش لتحت، ما بتقولش حاضر. وجبهتك نحاس، فكرك ده زي النحاس، دماغه، يقولوا دماغه ناشفة، ما بيسمعش الكلام. فمن البطن سميت عاصيا. حاجة بردك ملاحظة لطيفة تلاحظوها، عيالكم الصغيرين دول البيبي أول كلمة تملي ينطقوها هي لا. 9 أول كلمة تتنطق لا. يقولها بمراحل مختلفة في حياته. يعني لو نطق مثلا سن 2 2 ونص لا. تيجي تعمل له حاجة، تدي له حاجة، يقول لك لا. تكتر في السن 2 ونص، وبعدين تظهر بقى بصورة أبشع في سن 5 سنين ونص، وبعدين تظهر بصورة أبشع في سن 9 سنين، وبعدين تظهر بقى بصورة أفضح في سن 15 سنة. لا. فالإنسان سمي عاصيا من البطن. عشان كده الإنسان بيتعرض لآلام كتيرة، لكن الطاعة ادينا رب ان احنا نطاوع، فألمنا ما تجيش، أو ألمنا تخف، أو ألمنا تنتهي. طب ازاي نتعلم الطاعة دهيت؟ ما سؤال مهم. هو الواحد كده يطلع يلاقي نفسه بيطيع، أو يطلع يلاقي نفسه ما بيطيعش؟ لكن هي هنا بيرسم لنا السكة ازاي نبقى أولاد للطاعة. فبيقول كأولاد للطاعة اعملوا ايه؟ لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. عايزين تتعلموا الطاعة،
ما تسيبش نفسك على راحتها تعمل اللي كانت بتعمله زمان. وبيسمي فترة الزمان دي، الفترة السابقة دي، زمن الايه؟ جهالة. جهالة قبل ما نعرف المسيح، قبل ما ناخد الطبيعة الجديدة. وفي زمن الجهالة الإنسان بيسيب نفسه لشهواته، شهوة الجنس ولذة الجنس، شهوة المال ولذة المال، في برضك شهوة الانتقام ولذة الانتقام. في شهوات كتيرة. لو حد قال لي كلمة بقعد أشيل وأحط، طب إزاي أردها له وأردها له أعنف، وإزاي أجيب مراخيره الأرض، وإزاي أخد حقي، وإزاي أعمل، وإزاي أسوي. كل دي شهوات إحنا كنا بنعملها في زمن الجهالة، وعايشين فيها في زمن الجهالة قبل ما نعرف المسيح. والجاهل هيتضرب كتير، اللي متمسك بجهله ومش عايز يتعلم هيتضرب كتير أكيد. اللي ماسك في شهوة لذة الجنس أو لذة المال أو لذة الانتقام أو لذة الغنى أو أي لذة من اللذات هيتضرب كتير. يعني مثلا بولس يقول كده لتيموثاوس: محبة المال أصل لكل الذي إذا ابتغاه قوم عملوا إيه؟ طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يعني اللي بيحب الفلوس وقلبه ملهوف على الفلوس ده كأنه عمال يطعن في نفسه سكاكين سكاكين بأوجاع كتيرة. كان هدف ربنا لما بعت موسى عشان يطلع شعب إسرائيل من أرض مصر، فأول مرة كده قال له: اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. يعيدوا يعني ايه؟ يفرحوا. عيد يعني فرحة، تهليل. لكن لما طلعوا البرية هل كانوا فرحانين بربنا؟ ولا في البرية شافوا المر واتضربوا بالحياة المحرقة وشافوا البهدلة؟ ليه اتضربوا؟ بقى هدف ربنا انه يطلعهم البرية يعيدوا، لكن هم لما طلعوا في البرية خدوا على دماغهم. ده كان بسبب عدم الطاعة، بسبب العصيان، بسبب التذمر. فعدد 14 يقول لنا: تعلم الطاعة بأنك سيب شهواتك السابقة اللي عملتها في زمن الجهل، اترك ده. طب وإيه تاني؟ يقول في عدد 15: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين كما أن أنا قدوس. عشان أتعلم الطاعة اقتدي بالقدوس. والقدوس بتاعنا ده عمل ايه؟ هو ايضا اطاع، خضع، ما اعترضش على حاجة، قبل حتى الموت، موت الصليب. فكل امر يحصل في حياتي قول لربنا: اللي انت عايزه يا رب، لتكن مشيئتك. يشوع بن صراخ بيقول: يا ابني اقبل كل ما يأتي عليك. كل حاجة تحصل في حياتك اقبلها من ايدين ربنا واشكر ربنا عليها، لان ده هيخفف عنك كتير جدا وهيعلمك بسرعة وهيريحك بسرعة. فنتشبه بهذا القدوس اللي دعاني. وبعدين يقولوا: كونوا قديسين في كل سيرة، يعني في كل حاجة من حياتكم. تقولي: بس ده مجهود كبير عليا. اقول لك: لا، عشان ابقى قديس ده عايز مجهود،
يقول لك كونوا قديسين ده مش مجهود انت هتبذله، كونوا قديسين ده امتياز انت هتاخده، مش مجهود انت هتعمله لكن امتياز انت هتاخده، لان ابوك هيورثك صفاته، ابوك هيورثك الجينات بتاعته. فاذا كان ابونا ده هو قدوس فهنورث منه القداسة، هو اللي هيجعلنا قديسين. انت مش بتورث بس اسم ابوك لكن بتورث جيناته وصفاته وامكانياته. عشان كده حط عينيك على الامتياز ده، انا ابن ابويا القدوس وهقتدي بيه، والامكانيات اللي هو ادهاني هي اللي هتساعدني على اني امشي في حياة القداسة. هتلاحظوا بردك ان يقول في كل سيرة، هيكررها في الرسالة 6 مرات. يعني ايه في كل سيرة؟ هو الواحد ليه كم سيرة؟ عارفين كلمة سيرة يعني ايه؟ حياة، او يعني في الترجمة الانجليش لايف ستايل. مش كل واحد ليه ستايل في الحياة بتاعته، كل واحد ليه طريقة في التصرف، طريقة في التفكير، طريقة في المشاعر، طريقة في الحزن، طريقة في الفرح. كل واحد فينا ليه طريقة، طريقتي غير طريقتك. لما بزعل بعبر بطريقة معينة، انت لما بتزعل بتعبر بطريقة تانية. لما بفرح بعبر بطريقة معينة تخصني، انت لما بتفرح بتعبر بطريقة تانية. فبيقول لنا هنا في كل لايف ستايل انتوا بتعيشوه خليكوا زي ابوكوا القدوس. في كل اساليب الحياة، في العمل، في الفكر، في المشاعر، في المكسب، في الخسارة، في الحزن، في الفرح، في الخوف، في المرض. اللايف ستايل بتاعنا يبقى زي إلهنا القدوس. بعدين في عدد 16 يقول كده لأنه مكتوب. تقول لي طب وازاي أنا أعمل اللايف ستايل بتاعي زي القدوس أبويا القدوس ده؟ يقول لي تالت حاجة إنك تمشي على المكتوب. وإيه هو المكتوب؟ مكتوب اللي هو كلمة ربنا، الإنجيل. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، عيش المكتوب، لأن المكتوب ده هو الحق. في آخر آية يقول كده إن لكل جسد كعشب وكل مجد الجسد كإيه؟ كظهر العشب، العشب يبس والزهر ذبل، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. عشان كده كلمة ربنا هي الحق. الحق يعني الحاجة الثابتة اللي ما بتتغيرش. كلمة ربنا مش نظريات، لكن كلمة ربنا هي الحقيقة. والمسيح كان تملي لما يتكلم يقول الحق الحق أقول لكم. فنعيش المكتوب ده. المكتوب ده بقى يعمل فينا ايه، او كلمة ربنا تعمل فينا ايه؟ اول حاجة تنظفنا، تنقينا. انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. أليست كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر؟ كلمة ربنا دي مش بس تنقيني لكن كمان تغيرني، تشكلني. النار دي بتنظف والمطرقة تشكل. كلمة ربنا دي حية وفعالة. قال كده قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كلمة ربنا دي تقدسني، تقدسني يعني تخصصني لربنا. والكلمة دي أنا باخدها من أب،
مش باخدها من واحد آمر ناهي. عشان كده يقول إن كنتم تدعون أبا، إذا كنت أنا أبوكم فعلا فخدوا كلمتي كأب ليكم بيحبكم وبيحرص عليكم وعايز مصلحتكم. والأب مش بيتحكم في ولاده، لكن الأب بيأدب ولاده. بيأدب يعني بيربي ولاده. عشان كده لا يحابي أولاده، مش بيفوت لهم الغلط. الأب اللي يحب ولاده هو اللي ينبههم على كل غلطة، لأنه عايزهم يبقوا بيرفكت. فسيروا زمان غربتكم بخوف. بخوف يعني هيبة ناحية أبوكم، حرصين على أبوكم إنكم ما تحزنوش، إنكم ما تخرجوش عن طيعه. طيب أبويا ده هيديني إيه؟ اللي أنا هحرص عليه وهخاف إن أنا أخسره. يقول عالمين أنكم افتديتم. افتديتم يعني دفع تمنكم، حط نفسه مكانكم، لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة اللي هي سيرة الجهالة. هو طلعنا، اشترانا منها، خلصنا منها، حط نفسه مكانه وطلعنا احنا من السيرة الباطلة دي. الباطلة يعني اللي ملهاش نفع، التي تقلدتموها من الآباء، اللي احنا ورثناها من الآباء الجسديين. الآباء الجسديين دول ورثونا حاجات بطلة. بطلة يعني ما تسويش. بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. فاحنا عندنا برضك كلمة لا يفنى دي بيكررها كتير في الإصحاح الأولاني. عندنا ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، وبعدين فداء أيضا لا يفنى. لا يفنى يعني لا ينتهي، فداء ده ما بيخلص. وبعد شوية هيتكلم عن زرع لا يفنى. احنا نتزرعنا بزرع لا يفنى، لأن ربنا مدينا الحياة الأبدية. فبرضك لما يبقى في ألم في حياتي، عشان أقدر أحتمل الألم ده وأقبله، اعرف ان عندنا 3 حاجات رئيسية مهمة جدا. عندنا فداء ثمين، فدية إلهية، دم كريم بلا دنس ولا عيب. دم المسيح هو فداني بأنه قدر نفسه، دفع ثمني دمه. وعندي حق ثمين أنا بطهر نفسي بيه، اللي هو المكتوب. والحق الثمين ده عامل زي النهر. نهر موجود، بس كل واحد يقدر ياخد من النهر ده ويغتسل ويتطهر زي ما هو عايز. عشان كده احنا بنسمع كلام عن المسيح، لكن نحتاج ان احنا نسمع كلام المسيح، مش نسمع كلام عن المسيح. كل واحد فينا ممكن يقف يحضر موضوع يقول لك انا جايبه من انبا فلان وعلان. احنا بنسمع كلام عن المسيح ناس تانية قايلينه، لكن احنا اللي محتاجينه عشان نتطهر نسمع كلام المسيح نفسه، مش كلام اقوال اخدينها عن حد تاني. في فرق كبير باني باجي اقرا الكتاب المقدس واحس ان المسيح بيكلمني بالكلمه دي اللي بتطهرني وبتنقيني، وبين ان انا عارف شويه كلمات عن المسيح.
عايزين نسمع كلام المسيح ذاته. عنصر ثالث يسند الإنسان في الألم، بعد ما بيقول إن الدم الكريم ده بدم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم، ولكنه قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم، أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقاموا من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إيمانكم ورجاءكم هما في الله. ثقتنا ورجائنا هما في الله. مولودين ثانية لا من ذرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. كلمة ربنا دي اللي بتطهر، حق ثمين احنا خدناه وفداء ثمين احنا خدناه. لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كظهر العشب، يعني غنى الإنسان ومجد الإنسان وجمال الإنسان كل ده في لحظة هيدبل، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. في إصحاح 2 ناخد حتة كده منه، يقول فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الحجر الحي والشعب المختار الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب هكذا أضع في صهيون حجر ذاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للذاوية، وحجر صدمة وصخرة عصرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. وأما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنتم الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونذلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. تكلمنا في الإصحاح الأولاني عن الآلام اللي جاية من الله. مين صاحي وأنا بقرأ في الإصحاح الثاني؟ دلوقتي بيكلمنا عن آلام جاية منين؟ هل الآلام اللي بيتكلم عنها دي لما بيقول كده يعني
منين؟ من البشر، من الناس. لا، مش من ربنا. الآلام اللي من ربنا دي في الإصحاح الأولاني، لكن الآلام اللي في الإصحاح الثاني دي نتيجة عيشتنا في العالم اللي احنا فيه. يحصل كده ان الناس اللي حوالينا تجرحنا، او احنا نجرح في الناس دول. هو بيقول في 13 فإخضاع لكل ترتيب بشري من أجل الرب كان الملك فكمان من فوق الكل. هنيجي الخضوع والترتيب والطاعة ده بتاع البشر. آية 4: تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس لكن مختار من الله. الآلام اللي جاية من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وهيبتدي يفسر الناس دول بيعملوا ايه. يقول الولاة كمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر ولمدح فاعل الخير. مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء. في ناس أغبياء وجهلة هيتعبوكوا، ازاي تعملوها؟ كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر. اكرموا الجميع، حبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس الصالحين المترفقين بل أيضا للعنفاء، لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم. فطول ما احنا في العالم هنلاقي في آلام جاية من الناس اللي حوالينا، من المجتمع اللي احنا عايشين فيه. نتصرف ازاي؟ نتصرف ازاي؟ يقول كده: لما بنشوف الشر محيط بينا نضطر احنا كمان نلجأ للشر علشان نرد بالشر على الشر. فأول حاجة يقول لك خد بالك، أول آية فاطرحوا. اطرحوا يعني ايه؟ ارموا. اوعى تبادل الشر في العالم بالشر انت كمان. كل خبث، كل مكر ورياء وحسد وكل مذمة. طب هو أنا ليه بلجأ للخبث والمكر والرياء والحسد والمذمة؟ ليه أنا بعمل الحاجات دي؟ علشان أواجه الشر اللي موجود في العالم. الخبث يعني إيه؟ الخبث يعني إيه؟ يعني إيه؟ طب المكر يعني إيه؟ إيه اللؤم ده؟ اللئيم ده بيعمل إيه؟ بالظبط، بس في حاجة سلبية، بيخفي الشر اللي بيضمره للآخر. وما بيتمناش الخير دايما دي هتيجي حاجة تانية غير المكر. المكر هو إخفاء الشر اللي أنا مخبيه جوايا. طب والرياء؟ العكس، إظهار الحب. أنا بحبك يا ماجد، بس أنا ما بحبكش، ده أنا برتب لك مقلب. فالمكر هو إخفاء الشر، بخبي الشر اللي أنا ناويهولك. والرياء بظهر الحب اللي مش موجود جوايا. طب والحسد؟
بحثا لفرح الآخرين. يعني لو واحد مثلا جاله عطية أو جاله نجاح أحسده، يعني إيه؟ يعني ما كانش ده يجي لي أنا، بستكتروا عليه. بحزن إن راح له الإيه؟ الخير، فبحزن لفرح. طب والمذمة؟ برافو عليك، بفرح لحزن الآخرين، بشمت فيه. يعني لما تجيله مصيبة يقول له أحسن، يستاهل، ده هو كده ولازم ياخد كده. والمكر والرياء والخبث والمذمة دول احنا بنلجأ لهم لأن احنا بنظن ان احنا ممكن كده نحمي نفسينا من شر الآخرين. لكن بتحصل ايه بقى النتيجة؟ اني لما بقابل شر بشر انا اللي في الاخر بتوجع، انا اللي في الاخر بتألم. عشان كده اول حاجة يقول اطرحوا، ارموا، ما تمشوش ورا اسلوب العالم. لو عايز آلامك تخف فعلا ما تبادلش الشر بالشر او ما تلجأش لاسلوب العالم، لكن كأطفال مولودين. هنا الولادة التانية المعمودية الآن، وخليك مولود باستمرار في كل لحظة، انك خليك تحتفظ ببراءة الطفولة، ما تلجأش للخبث ولا للمكر ولا للحسد ولا للمذمة. خليك مولود بالطبيعة الجديدة اللي انت خدتها الآن. فأنا كإنسان مسيحي عندي امتياز يخليني ما الجأش لأسلوب العالم، إني أواجه الشر بالشر، إن أنا عندي ولادة تانية. طيب الولادة التانية دي تحط عليا مسؤولية، إن أنا كابن لله لازم أشبه الله. كابن لله لازم أعمل إيه؟ أبقى شبه أبويا. عندي امتياز تاني، إن أنا مش بس متمتع بحضور الله، لكن أنا كمان عضو في عائلة الله. فكونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، كل واحد فينا بيتا روحيا، كهنوت مقدس. كل واحد فينا كاهن لله، كل واحد فينا هيكل لله. طب نعمل ايه؟ الهيكل ده والكاهن يعمل ايه؟ لتقديم ذبائح، في عدد 5، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. فالامتياز الثاني اني مش بس مولود ولادة تانية، ولادة من الله، لكن كمان عندي امتياز العبادة لله. فإذا كانت الولادة من الله تخليني أشبه المسيح، فالعبادة اللي احنا بنقدمها لربنا تخليني أشبع المسيح. أنا هركز في سلوكي في الدنيا مع الناس اللي حواليا إن أنا أشبع المسيح. يبقى نمرة 1 أشبه، نمرة 2 أشبع. طب ونمرة 3 يقول كده في عدد 9: وأما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره
العجيب. يعني ايه الآية دي؟ أنا جنس مختار، يعني أنا إنسان مختار وكهنوت ملوكي. طب وظيفتي أعمل إيه؟ نخبر، يعني نشهد للمسيح. ففي 3 كلمات: أشبه المسيح، أشبع المسيح، أشهد للمسيح. 3 امتيازات للإنسان المسيحي اللي موجود في وسط العالم اللي مملوء بالشر. أنا أشبه المسيح، عشان كده هطرح كل خبث ومكر ورياء وحسد ومذمة. أنا هأشبع المسيح بإني هقدم لربنا عبادة مقبولة، لإني أنا بيت روحي وكهنوت ملوكي. أنا جنس مختار، ربنا اختارني وجعلني أمة مقدسة وشعب مقتنع علشان أشهد للمسيح. فمش هشهد للمسيح بالمكر والخبث والحسد والمذمة وكل الأشياء السلبية اللي موجودة عندي في العالم. زي ما بنقول بردك، إذا كان الألم بيجي نتيجة إحساسنا بأن احنا محرومين من حاجة، فعشان أعالج الألم، لا، بدل ما ركز على إني أنا محروم من إيه، ركز أنا عندي إيه. أنا عندي 3 امتيازات: إني أشبه المسيح، أشبع المسيح، وأشهد للمسيح. طب عشان أشبه المسيح أنا محتاج لعملية نمو. عشان النمو ده يحصل، هاتوا أي طفل كده، الطفل ده عشان يكبر محتاج حاجتين. عشان يكبر وزنه يزيد وطوله يزيد، محتاج لإيه الطفل ده؟ ياكل، دي حاجة ماشي، ده الانبوت. تاخدوش بالكم من حاجة مهمة جدا، انه عشان ينمو لازم ما يبقاش في حاجة توقف نموه. ايه اللي بيوقف النمو؟ محدش قال لك ربنا يوقف نموك. ايه اللي بيوقف نمو الانسان؟ ما هو في تغذية، ده الانبوت، ده الحاجة اللي بتخش عشان يكبر. يعني ممكن لو طفل جاله جفاف مثلا. ايه اللي بيجيب له جفاف؟ بيقول لك الولد ده بياكل كتير ما بيبانش عليه. المرض ده اللي بيقول لك ده جوه بطنه ايه؟ تعابين، دود، طفيليات. عشان النمو يحصل انا محتاج حاجتين: تغذية مستمرة وتغذية متنوعة، ومحتاج ان ما يكونش فيه مرض او طفيليات بتفقدني الشهية او بتاكل اكلي او ما بتخلينيش استفيد من الاكل اللي انا باكله. فعشان أشبه المسيح لازم أنمو لحد ما أوصل لصورة المسيح. وعشان أوصل لصورة المسيح أنا محتاج حاجتين: أطلع الطفيليات، عشان كده قال اطرحوا كل خبث ومكر وحسد ومذمة، لأن الطفيليات بتخليني ما استفدش من الأكل بتاعي. نمرة 1 اطرحوا، عالج الطفيليات اللي موجودة. نمرة 2 كل. البيبي في السنتين الأولانيين من عمره ما بيعملش حاجة غير إنه ياكل. ليست له أي وظيفة في الحياة غير إنه ياكل. ساعة ما يتولد كده ينام ويصحى ساعتين عايز، ما بيعملش حاجة غير كده، ياكل. حاجة إلى الأكل.
فبيقول انتوا بقى كمولودين الآن كأطفال اشتهوا اللبن العقلي. حط 1000 خط تحت كلمة اللبن العقلي. اشمعنى العقلي؟ غذي عقلك، مش غذي مشاعرك، مش غذي أحاسيسك، لكن غذي عقلك. مش غذي العاطفة بتاعتك. احنا تملي حتى لما بنيجي في الحياة الروحية عايزين الترنيمة اللي تحرك العاطفة، الكلام اللي يطبطب علينا، الكلام العاطفي، الكلام. لا، ما قالش اشربوا اللبن العاطفي، لكن اشربوا اللبن العقلي. غذي عقلك، غذي فكرك، لأن أنت هو ما تفكر فيه. أحزننا وألمنا واكتئابنا مش من ظروفنا لكن من أفكارنا، وفرحتنا وراحتنا مش من ظروفنا لكن من أفكارنا. عشان كده اهتم بالعقل، اهتم بالفكر بتاعك. لبن العقل ده مش لبن روتيني، مش مجرد ترديد كلمات، لكن فهم الكلام اللي انا بصليه والكلام اللي انا بقراه. ما هوش مجرد حاجة عاطفية، مشاعر وحماسة، لكن هو حاجة عقلية، انا ببني الفكر بتاعي. وبعدين يقول لبن العقل عديم الغش. يعني ايه عديم الغش؟ مش مخلوط بشيء، بيور يعني. والهدف ان احنا ننمو فنشبه المسيح. إذا كنتم ذقتم ان الرب صالح. في كل مرة انا بغذي فكري وبنمو واشبه المسيح بدوق ان ربنا صالح. عشان كده حتى الألم اللي بيحصل في حياتي انا بشوف فيه صلاح الله، ما بشوفش فيه قسوة ربنا. تاني حاجة، أنا بيت روحي وكهنوت، كاهن مقدس لله. طب والبيت الروحي ده والكاهن بيعملوا إيه؟ بيقدموا ذبايح لربنا. طب إيه الذبايح اللي إحنا بنقدمها لربنا؟ ها؟ في كم نوع من الذبايح كل واحد فينا يقدمه لربنا؟ كل واحد فينا كاهن لازم يقدم دي. توبة. يعني ايه توبة؟ قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية أمام الله. الجسد والحياة بتاعتي دي بقدمهم مكرسين لربنا، مخصصين لربنا. فلو كنت عملت خطية وبعدت عن الله برجع بتوبتي أبقى مكرس لله. فذبيحة التوبة. في حاجة ثانية غير ذبيحة التوبة؟ ذبيحة التسبيح، ثمر شفاء معترفة لاسم الرب إلهنا. دي ذبيحة احنا بنقدمها، دي العبادة اللي احنا بنقدمها، التسبيح بتاعنا والشكر والتهليل بتاعنا. في ذبيحة ثالثة كمان بنقدمها لربنا، لا تنسوا فعل الخير، توزيع على الفقراء، لأن ذبائح مثل هذه يسر الله. عطائي للآخرين ده ذبيحة، ده عبادة لله. الخدمة اللي أنا بعملها دي ذبيحة حب أنا بقدمها لربنا. فأنا بقدم الذبايح دي لكي ما أشبع قلب المسيح. والإنسان اللي مشغول بأنه يشبع قلب المسيح
مش هينشغل بآلامه، ومش هيفضل يندب في حظه ويندب في الوجع اللي جواه، لأنه مشغول بحاجة، إنه بيشبع قلب المسيح. حتى وإن كنت أتألم فأنا أشبع قلب الله. وبعدين شوية الآلام اللي موجودين وأنا بقدم ذبائح ربنا دول بالظبط زي الجمرة الفحمة اللي بيتحط عليها البخور، فالله يشتم الذبايح بتاعتي دي برائحة رضا. فالإنسان اللي مشغول إنه يشبع قلب ربنا مش هيشيل هم آلامه كتير، بالعكس هيشوف إن الآلام دي الجمرة اللي بتخلي ربنا يشتم رائحة الرضا والسرور. وبعدين يقول لنا انتوا جنس مختار كهنوت ملوكي لكي تخبروا تشهدوا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. حاجة تالتة في حياتي تشغلني عن آلامي، إن أنا مشغول إن أنا أشهد للمسيح. فأول حاجة مشغول بإني أشبه المسيح، تاني حاجة مشغول إني أشبع المسيح، تالت حاجة مشغول بإني أشهد للمسيح. تخبروا بفضائل، مش تخبروا بمعتقدات ولا تخبروا بمعلومات، لكن تخبروا بفضائل. ساعات بنفتكر ان الشهادة اللي بنقدمها لربنا ان احنا نعمل شوية تعليمات او شوية محاضرات او شوية معتقدات بنقولها. لا، اللي عايز يشهد لربنا يشهد بفضل الله عليه. بفضل الله يعني ايه؟ ان ربنا عمل حاجة في حياتي. فضائل الله يعني صفات الله. فضائل الله يعني فيض الله اللي فاضوا عليا، باني اختبرته، باني دقته. ذقتم ان الرب ايه؟ صالح. عشان كده انا بشهد له ان ربنا ده صالح حتى وان كان في آلام في حياتي. حاجة غريبة جدا لما ترجعوا تقروا كده في انجيل معلمنا مرقس معجزة المسيح اللي لما طلع اللاجئون اللي كان في مجنون كورة الجدريين. عارفين الراجل اللي كان بيجرح في نفسه ويعور نفسه وكان كله بيخاف منه ده، وكان يربطوه بالسلاسل ومحدش قادر عليه. في المعجزة دي ربنا استجاب لكل الناس حتى الشياطين. الشياطين قالت له لا ما ترمناش في الجحيم، خلينا نخش في قطيع الخنازير. قال لهم روحوا للخنازير. استجاب للشيطان. الناس اهل الكورة لما جم لقوا المجنون ده جالس لابس عاقل قالوا المسيح ايه؟ ابعد عنا، ما تجيش عندنا. فالمسيح استجاب لهم ومشي وسابه. غريبة جدا. لكن الوحيد اللي ربنا ما استجابلوش كان مجنون كولة الجدريين، لأن بعد ما شفاه قال له خليني وراك. المسيح قال له لا. اعمل ايه؟ اذهب إلى بيتك وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. اشهد بفضائل من دعاك من الظلمة إلى نوره العجيب. يعني شوفوا ربنا استجاب للشياطين واستجاب لأهل الكورة وما استجابش للإنسان المجنون اللي شفاه، لكن وجه نظره وقال له اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. عشان كده وانا بتألم أسأل نفسي سؤال، هو أنت يا رب بتضغط عليا وبتسمح لي بالألم يمكن علشان عايزني أشبهك؟ عايزني أنمو علشان أشبهك بواسطة الألم؟ ولا أنت بتضغط عليا بالألم
علشان تجعلني كاهن يقدم لك ذبائح مقبولة أنت تشتمها، رائحة رضا فأشبع قلبك. إذا كانت الآلام دي يا رب تفرحك أنا راضي بيها وقابلها. ولا أنت بتسمح لي بالألم علشان أشهد لك؟ هو شهادة مين القوية؟ شهادة الإنسان المرتاح اللي بيشهد لربنا أقوى، ولا شهادة الإنسان المتألم لكن بالرغم من ألمه بيشهد لله؟ مين اللي شهادته حقيقية؟ المتألم. المتألم هو اللي شهادته تبقى لربنا أقوى. عشان كده مهم قوي للإنسان إنه يصحى للحتة دهيت. قد يسمح الله بالألم في حياتنا علشان نشبهه أو نشبعه أو نشهد له. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء ده؟ نكمل بالليل إن شاء الله. تفضلوا نصلي.